يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في رحاب برنامج والصلح خير، وفي حلقة جديدة ومتجددة من برنامج والصلح خير. نحاول دائما عبر أو من خلال هذا المباشر أن نصلح ذات بيننا مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. بالطبع هذا البرنامج لكم ومن أجلكم، من أجل إصلاح ذات البين استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. نريد صلحا يستنير أصحابه بنور الشرع كما يقول فضيلة الدكتور السعيد بويزري في مداخلته. مرحبا بكم، مرحبا بأوفياء برنامج والصلح خير، مرحبا بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا، من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. وعلى المباشر نلتقي وعلى مدار ساعة و20 دقيقة نحاول إصلاح ذات البين من خلال حلقة جديدة. عنوان الحلقة فاعفوا، بعد سلسلة من الحلقات التي شاهدتموها معنا، وكانت البداية فتبينوا ثم فاعتبروا ثم فاعفوا. هذه السلسلة سنتواصل من خلالها حتى بداية شهر رمضان عندما ينقطع البرنامج عن البث، ونكون قد هيأنا الأنفس والقلوب للصفح والتسامح والتعاطف عن طريق الإيمان وقوة التقوى التي يذكر بها فضيلة الدكتور سعيد بويزري دائما في برنامج والصلح خير. بادئ نرحب بفضيلة الدكتور سعيد بويزري، ثم نعود إليكم لمعرفة الأرقام الهاتفية التي يمكنكم من خلالها التواصل معنا على المباشر وعرض قضاياكم في إطار هذا العنوان الذي اخترناه لكم. مرحبا بكم مجددا. مرحبا بك فضيلة الدكتور. مرحبا نجاة، بارك الله فيك. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. هل هناك ضغوط في الميدان بالنسبة نعم. لإصلاح ذات بدأت البين؟ الضغوط مع الصيف. نعم. وحرارة الصيف وحرارة المشكلات. نعم. وعودة الكثير من الأبناء الجالية من هم في الغربة. نعم. نعم. فتثار مشكلات في الصيف. هناك طبعا وجه مشرق مضيء في المجتمع في هذه العطلة القادمة، ولكن هناك وجه آخر يعني يعبر عن أزمات ومشكلات بين الناس، فهناك ضغوط يقينا. نعم دكتور، أعنك الله على كل هذه القضايا. قبل بداية البرنامج لا ننسى أن نرحب بالزميلة زينب التي تتواصل معنا عبر هذا اللقاء وتقوم بترجمة هذا اللقاء عبر لغة الإشارة، وهي تتواجد معنا من أجل فئة السم. نتمنى لك زينب ترجمة دائما مفيدة كما عودت برنامج والصلح خير، وممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. نعرض عليكم الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني بصوت هنا وافي، ثم نعود إليكم. تواصل مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz، كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. إذن حلقة اليوم هي فاعفوا، ولكن نذكر بأن في الاستوديو تتواجد معنا ضيفة ستعرض القضية، ولكن يكون هذا العرض أمام الكاميرا ولكن في إطار الظل الصيني، فالضيفة الكريمة لا تريد الظهور على المباشر حتى لا يتعرف عليها أحد الخصوم كما تقول، ولكنها تبحث عن إصلاح ذات البين
الخيرين في هذه السهرة المباركة مع فضيلة الدكتور السعيد بوزري. بعد المقدمة سنتعرف في هذه الحلقة على قضية أم هبة على المباشر من استوديو برنامج والصلح خير. نعود إليك فضيلة الدكتور سعيد بوزري. إذن كما قلنا قبل قليل حلقة اليوم هي فاعفوا، وكلمة العفو تقترن بالإصلاح. أمرنا الله بالعفو قصد الإصلاح وتأليف القلوب، أليس كذلك فضيلة الدكتور سعيد بوزري؟ وأنت من يذكر بالآيات، فعندما تذكر هذه الآيات فيها رسائل، لأنك دائما تستند إلى القرآن الكريم والشريعة الإسلامية. ديننا دين تسامح ورفق دكتور، وفيه من الأمثلة الكثير والكثير. ربما لا نستطيع سرد كل هذه الأسئلة خلال هذه الحلقة، ولكن نلخص البعض منها. ما هي فضائل العفو بين الناس؟ وإن كان في العفو والصفح والتسامح قيم أخلاقية وحضارية، ولكن البعض يصعب عليهم العفو والتسامح لأنهم تأخذهم ربما العزة بالإثم. فضيلة الدكتور تفضل، ثم نعود إلى أسئلة أخرى. تفضل. نعم. لك الفضل أختي نجاة، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسون لأسلم ون أرث ويلتن ون والصلح خير. أسئلة مهمة بدأت بها نجاة، وهي أسئلة في عمق الدين، أسئلة تستنفر الهمم، أسئلة تنبه الغافلين، أسئلة ترشد التائهين، والجواب يكون عبر آيات بينات من الذكر الحكيم. أبدأ وبالله التوفيق من خلال الكلمة الأولى، وهي عنوان حلقة اليوم، 3 نقاط: فاعفوا. تتمة الآية في سورة البقرة في الآية 109: فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة 109. هذه الآية لها آيات أخرى تشبهها، منها ما ورد في سورة المائدة الآية 13، ربنا يقول: فاعف عنهم واصفح. في سورة البقرة فاعفوا واصفحوا. في سورة المائدة الآية 13: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. في سورة البقرة: إن الله على كل شيء قدير. في سورة المائدة: إن الله يحب المحسنين. في سورة الحجر الآية 85 يقول ربنا جل جلاله: فاصفح الصفح الجميل. هذه بعض الآيات التي تحدثت عن العفو والصفح، ولكن نجد آيات أخرى تتحدث عن المغفرة، كقوله تعالى مثلا في سورة الزمر الآية 53، ربي يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر، ما قالش يعفو، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بعدما قال لا تقنطوا من رحمة الله ثم قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. سورة الزمر الآية 53. وآيات كثيرة، أكتفي بهذه الآيات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. الآن أحلل هذه المواد، وفي الوقت نفسه أجيبك عرضا عن هذه الأسئلة التي بدأت بها، وهي أسئلة مهمة جدا وأسئلة ذكية. ربنا يقول: فاعفوا واصفحوا. إذن السؤال مطروح: ما الفرق بين المغفرة والعفو؟ ربي تحدث عن المغفرة وتحدث عن العفو والصفح. من الفروق أولا من حيث اللغة، كي نقولوا العفو جاي من كلمة عفا، ونقول مثلا عفا رزقه في اللغة العربية معنى كثر، عفا رزقه معنى كثر، هذا معنى من معاني العفو. وكي نقول مثلا ماله عفو، المقصود بذلك أو عفو ماله
المقصود بذلك حلاله وأطيبه. وكلمة العفو أيضا تحمل معنى في اللغة العربية معنى الطمس، معنى المحو، معنى الإزالة، إزالة تماما. حينما نعود إلى الفرق بين المغفرة والعفو نجد فروقا مهمة. من هذه الفروق المغفرة المراد بها إسقاط العقاب. نعم. يعني الشخص أخطأ في حق شخص آخر له الحق أن يعاقبه، يقول درت لي مضرة ندير لك مضرة، نعم. عقابا لك. نعم. ثم يأتي هذا الشخص المظلوم يقول للشخص الظالم، يقول غفرت لك. ما معناه؟ معناه أسقطت عنك العقاب، معنى لا أعاقبك، ليس كذلك؟ نعم. وكثير ما يقف المظلوم أمام القاضي نعم. ويقول له القاضي ماذا تقول؟ يقول له سمحت له، نعم. غفرت له. طيب. نعم. هذه المغفرة مستوى راقي جدا جدا، أن الإنسان يسقط العقاب، له الحق أن يعاقب ولكن يسقط العقاب. أما العفو لا، العفو أجمل وأكمل وأنقى وأرقى من المغفرة. العفو معنى إزالة أثر الذنب، يزول تماما، بمعنى طمس أثر الذنب. نجيبوا على ربي سبحانه بعد نجيبوا بيناتنا. ربي سبحانه حينما يعفو على الإنسان معناه ينسي الكرام الكاتبين ذنب البشر أو ذنوب البشر. يا أخي الكرام الكاتبين يكتبون، الكرام الكاتبون يكتبون. أي نعم. فالسيئات المكتوبة ربي سبحانه إذا عفى عن العبد المخطئ تمحى، لا أثر، ما كانش سيكاتريس، ما كان والو، قضية الشامة ولا الشامة، ما بقات الشامة، ما بقات هناك أثر. وطبعا أيهما أفضل، المغفرة أو العفو؟ العفو أفضل. نعم. لذلك ربي سبحانه يغفر الإنسان، ما فيش أي أثر ما فيش أثر للذنوب أو المظالم. نعم. ربي سبحانه حينما يغفر الإنسان معناه يسقط عن العقوبة، لا يعاقبه. نعم. ليس كذلك؟ ولكن إذا عفى عنه بمعنى يزيل الذنوب من الصحائف. نعم. واحد، ويزيلها ويمحوها من سجل الكرام الكاتبين. نعم. لا أثر. وأكثر من ذلك يزيلها من ذاكرة المخطئ. هذه مسألة في غاية الخطورة. معنى حتى المخطئ جدا هذا المخطئ نعم. المذنب ينسى أنه أذنب. نعم، أنه أذنب أو ظلم. بيني وبينك إذا كان نعم. الإنسان لم ينسى الذنب سيظل ضميره يؤنبه، ولكن بقدرة قادر، والله على كل شيء قدير. نعم. إذا عفى عن الإنسان يزيل الذنوب حتى من ذاكرته. نعم. يزيل جميع الآثار. إذا كان دكتور الذنوب يزيلها الله من ذاكرة الظالم، لماذا المظلوم يقول لك سمحت ولكنني لن أنسى، لم أستطيع النسيان أو لن أستطيع التسامح أو العفو؟ هنا الإشكال. نعم. لذلك الإنسان بد أن يرتقي. نعم، لأنه هنا مرتبة ثم مراتب أخرى بارك الله نعم. فيك. حنا حين ذكرنا عفو الله عز وجل باش نعم. كل إنسان يتشوق إلى هذا كل إنسان يتشوق أن يعفو العفو. الله عز وجل نعم. عنه. نعم. ما هوش فقط يغفر له، يعفو عنه، يمحي له كامل الذنوب. لذلك من أسماء الله الحسنى العفو. نعم. من أسمائه الغفور، الرحمن الرحيم الواجد الماجد إلى آخره. ولكن من أسمائه الحسنى العفو. لذلك في الدعاء نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إذن هذا مستوى راقي. نعم. هذا بيننا وبين الله عز وجل. درك نعود إلى بيننا وبين البشر. نعم. يلا بيننا وبين البشر كاين مستويات. هناك مستوى وين البشر المظلوم يغفر للظالم، يقول سمحت لك يكفي، ما نعاقبك، ما نعم. لا كان لا ثأر ولا عقاب ولا شيء. طيب، ولكن يبقى في قلبه ألم، في قلبه أثر. نعم. وربما في يوم من الأيام يجتمع به ويذكره. حنا نقولوا استقباليت نقولوا ثحسفت، جمعوها ثحسفين. نعم. معناتها يذكره، يقول في 1975 درت هكذا وهكذا وهكذا، ضرتني في 1900 يعني نعم، بيرسو هيستوريك على المدار، الهيستوريك يجي. نعم. الفيشي هذا كيدير هك
وأكثر من الأورديناتور، بالك الأورديناتور يعني يتذكر جميع الأخطاء، وربما بالزمن يقول نعم. الصباح ولا العشية ولا، أليس كذلك؟ هذا عفو، هذا ما هوش عفو. وكما قلت في سؤالك الذكي أنه ممكن تأخذه العزة بالإثم، يقول أنا ما نسمحلوش. علاش ما نسمحلوش؟ لأنه هكذا، هذه هي الرجلة، أو كيف نسمح له هكذا برك. نعم. لذلك أنبه هؤلاء وأنبه أنفسنا جميعا أنه لازم نرتقي حتى في هناك مغفرة وهي إسقاط العقوبة وقد شرحناها، هناك مستوى أعلى اللي هو العفو. لذلك جاء عنوان اليوم فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. دعينا الآن أمر أيضا. نعم، أمرنا الله عز وجل. هذه مسألة مهمة. لماذا نناقش الآية إذا دكتور؟ بارك الله فيك. نناقش في كلام ربي سبحانه كلام عز ربي وجل. كلام ربي الذي خلقنا. ربي قال نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو عدنا نجاة إلى هذه الآية، نعم. ماذا نستخلص؟ نستخلص 4 نقاط مهمة. نعم. النقطة الأولى دعوة إلى العفو. ربي ما قالش فقط فاغفروا، لا، قال فاعفوا. كانه يقول لنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما تحبون أن يعفو الله عز وجل عنكم تلك الذنوب التي ارتكبتمها في الدنيا، وينسيها الخلق وينسيها الجماد وينسيها الكرام الكاتبين وتمحى تماما وتطمس. إذن أنتم يا معاشر البشر إذا طلب منكم العفو فاعفوا سارعوا إلى العفو لتنالوا الدرجة الأعلى. نعم. يا أخي كان دي دوغري، كان خرجوا من الأفق الضيق للأفق الأعلى. بارك الله فيك. نعم. نخرج من بوتقة الأفق الضيق وندخل ونتمدد في دائرة الأفق الواسع. كما يقولوا بالعامية نطلعوا لو نيفو. بارك الله بها فيك. قعدنا دائما دكتور. نعم. في الأسفل. والقرآن هو الذي يرفع نعم. من مستوياتنا، لأنه هذا عفو قرآني. عفو قرآني. نعم. ورب سبحانه بقرآنه يذهب إلى القلوب، إلى عمق قلوب نعم. البشر. يقول فاعفوا واصفحوا. ثم جاءت بالفاء، ونؤكد دائما بأن حرف الفاء من حروف المعاني، من معانيه معناها الفورية بلا تراخي، مع الترتيب مباشرة. فاعفوا وقارنا الفاء مع الواو مع ثم في لقائنا السابق. لذلك وفي حرف الفاء فوائد كثيرة. وفي حرف الفاء فوائد جليلة ومهمة. يهدينا دكتور. نعم. إذن الرسالة الأولى نعم. فاعفوا واصفحوا. نعم. معنى ارفعوا من مستوياتكم، اغسلوا قلوبكم، لا تحملوا الأحقاد. نعم. ولا الضغائن ولا الكراهية. فاعفوا واصفحوا كما تحبون أن يغفر الله لكم ويعفو عنكم يوم القيامة، فاعفوا أنتم، ارتقوا في مدارج الكمال البشري. نعم. هذه رسالة مهمة كبيرة جدا. الرسالة الثانية حتى يأتي الله بأمره. أمر الله يصير. احنا نقولوا العبد يفكر بيدبر. نعم. يعني سبحانه. أمر الله يصير، حنقول بالدرجة أمر الله يصير. إليه ترجع، يعني الأمور كلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا معنى مهم جدا جدا. معنى الإنسان الذي يفكر أن يدبر أموره بنفسه يترك هذا التدبير لله سبحانه وتعالى، يتخذ الأسباب حقيقة ويترك النتائج لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. نعم. معناه ربي قادر على أن يغير الحال إلى أحسن حال. ربي قادر أن يعفو. إذا كان الإنسان يعفو عن أخيه أو أخته يعني يرشح نفسه لينال عفو الله، باش يكون كونديدا، وماشي كاع الناس يكون دي كونديدا، مترشح. الدوسي كاين غير وثائق، وفائز ما يستناش الريزولتا. بارك الله عليك. ترشح باش يفوز. هذا ذكاء كبير. يعني مترشح فائز. هذه شو عليها يا سادتي؟ قالتها نجاة ونسني عليها. لماذا مترشح؟ خاطر كل مترشح يترشح وهو زهره. نعم. ديجا أولا قد يقبل ملفه وقد يرفض. الملف إذا كان وثيقة ناقصة يقولوا رجع الملف نتاعك. نعم. إذن احنا باش يقبل الملف تاع الترشح لازم تكون وثيقة تاع العفو. نعم. كيما راك تعفو للناس تطمع في عفو الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولكن قلتي مترشح فائز حقيقة. نعم. والفوز تحقق، لأن إذا عفى الله عز وجل عنه يسعده، يعني ما يخاف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان الرسالة الرابعة المهمة جاءت بعد هذه الآية مباشرة. الآية 110 من سورة البقرة، الآية اللي شرحناها الآن. نعم. هي الآية 109 من سورة البقرة. نعم. ولكن الآية 110 من سورة البقرة إرشاد إلى عبادتين جليلتين، إحداهما الصلاة، والصلاة عماد الدين،
والثانية هي الزكاة، والزكاة عبادة مالية واجتماعية لها بعد اجتماعي. قال الله تعالى في الآية التي تلي الآية 109 وهي الآية 110 يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خليكم قاع من هذا الهموم والأحقاد والكراهية، روحوا تعبدوا ربي. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية جاءت مباشرة بعد الآية 109 التي تحدثت عن العفو والصفح. إذن أمر عجيب. وحينما نعود إلى الآية 13 من سورة المائدة فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ما معنى هذه الآية؟ تتم لي الآية الأولى أنه الإحسان، الإنسان إذا قابل الظالم بالعفو فقد أحسن إليه. نعم. وكونه أحسن إليه يستحق الإحسان من الله. بل ويستحق محبة الله، لأن الله يقول إن الله يحب المحسنين. ثم تأتي الآية 85 من سورة الحجر وين رب سبحانه عز وجل يقول فاصفح الصفح الجميل. معنى الصفح الجميل اللي بدون من ولا آذى. ما يقولوش هذاك نهار قبل 10 سنين سمحت لك وعفيت عليك، لا أنا عفوت عنه انتهى. هذا اسمه الصفح الجميل. يعني شوف الذوق، تربية، توجيه، مرافقة في كلام الله عز وجل. أكتفي بهذا البيان. نعم، شوقتنا دكتور لطرح بعض الأسئلة التي تتعلق بالعفو. كانت هذه مقدمة فضيلة الدكتور سعيد بوزري والجواب عن الأسئلة، وبقيت أسئلة أخرى نطرحها على فضيلة الدكتور السعيد بوزري في حلقة فاعفو. الآن وقد استمعنا جيدا إلى كل هذه المداخلة التي تفتح الشهية ربما لعرض قضاياكم في هذه الحلقة. نجتمع بكم بفضل الله تعالى دائما لنستمع إليكم ولنصلح ذات بينكم. كما وعدتكم قبل قليل تحضر معنا في الاستوديو أم هبة التي جاءتنا. أذكر فقط أن أم هبة لديها خلاف مع العائلة. الأم تاع أم هبة رحمها الله وهبتها منزل، ولكن منذ هذه الهبة وقعت مشاكل بينها وبين إخوتها، ومقاطعة وقطيعة في الأرحام أيضا. إذن سيد أحمد نتوجه إلى أم هبة التي لا تريد الظهور كما أشرت في بداية البرنامج حتى نرحب بها ونسألها عن القضية. مرحبا بك أم هبة معنا في برنامج الصلح خير. وش راكي أم هبة؟ الحمد لله، وانتم راكم ملاح؟ والله غير الحمد لله. أم هبة منذ 2013 زارتك كاميرا برنامج الصلح خير، زارت الأخ تاعك لأنه يقول أم هبة أنك مع زميلة زهية هني بأنه الأم تاعك وهباتك المنزل اللي راكي ساكنة فيه حاليا، ويقول وكأنه هذا المنزل وإن كان من حقك الهبة عادية بينك وبين الوالدة تاعك، ولكن هو ما حبش يخرج من الدار. بعد ما خرج من الدار بنى قدامك هو والزوجة تاعو، وإلى حد الآن مازالك في مشاكل معهم. وإحنا اتصلنا بك منذ 2013 وزارك الدكتور سعيد بوزري وكان يلقاك دايما في المسجد تحضري الحلقات والدروس. قلت له باش ننسى همي. اليوم قررتي أنك تأتي البرنامج والصلح خير. ما هو الجديد؟ المشكلة تاعك تحلت، تحسنت، أو ازداد المشكل حتى ضاقت عليك حياتك؟ أم هبة تفضلي. زيد فضلكم إن شاء الله. مازلني في المشكلة كيف مادام هذاك الزيادة اللي زادوه ما حليش. ترفعي برك صوتك أم هبة. معليش. مازال هاد الزيادة ما زادت. هاد الزيادة اللي زادوها ما تحلش. يسمى مازلني في مشكلة. مازالهم ساكنين؟ مازالهم ساكنين فيه، وانا هذاك هو الحل. علاش انا دوك انا الدار هذه باش نبيعها. انا يجيني الشاري يقول لك انا الفاصاد الثالثه انغلقت على، يقول لك انا ما نشريهاش. باش نذكروا المشاهد الكريم، الاخ تاعك بنى السقف
بنا في بنا هذاك زوج بيوت وكوزينه في عقر الدار. في الحيط كامل، دخل المدريات، انت دخل. علاش حبيتي تشري؟ حبيتي تهربي من المشاكل؟ انا حبيت نبيع، ما نكذبش عليك. اليوم حبيت مادام راني في الدنيا، حبيت كل واحد نعطي له حقه. انا شريت الدار هذه على يما. ما ديريش برك هكا، لا ما لا، تحسيش اسمحي لي الميكرو. اسمحي لي نعم. اختي. نعم. انا شريت، انا ويما شرينا الدار هذه. ذكرينا. شرات هي النص هاو محطوطه هنا، وانا شريت النص الكبير. ما عليناش، هذاك الوقت كانت السقام رخيصه ماهيش غاليه. نعم. ما عليناش. مالك النهار اللي دوك هو كي سكن، عطينا سكن في هذيك البيت، ما عليناش، كي خرج خويا كامل سكن فيها، رحبنا مرسوق قدام الدار. طيب. قلنا معليش خليه مده 7 سنين او ساكن يتوسع. طيب هبه، باش نذكروا المشاهد، النهار الوالده تاعك الله يرحمها مدت لك الدار هبه، كانوا خوتك ونساهم كامل ساكنين في البيت معك ولا لا؟ لا لا، كانت كاين غير كانوا هذا زوج الاخ ساكنين، تاعك. كانوا زوج. طيب هما راحوا، واحد راح بنا، ما طولوا سكنه الحمد لله. والاخر هذا قعد لك. هذا الهدف تاعهم زادوا في هذاك المضرب تاع الفوضوي، زادوا فيه. علاش؟ باسكو الجيران كل زادوا داروا وسعوا على ديورهم هما بالعقد تاعهم. انت ما عندكش العقد، ما عليناش. وانت الوالده تاعك الله يرحمها كتبت لك عند انا النوتير. دوك علاش كتبتها لي يما؟ انا دوك كتبتها، الناس سقاو عليها قالوا لها طفله بلا راجل غدوه تصبح في الزناق، ماركي لها الدار. انا كي خلصت اليما الدار ماشي الهدف تاعي باش تحط لي على اسمي. نعم. لا انا درت في راسي نهنيها يما من المشاكل تاع الدار، باسكو الجيران كل شراو وهي مسكينه قعدت يسمى طلعت عليها. ما عليناش، كي دارتها لي على اسمي قعدت الامور، قالت لي وشنو يا بنتي بلاكي تخرجي الهضره حتى نهار اللي نموت. المشاكل قواو كل يوم. يعني ما حبتهمش يسمعوا باش ما حبتش هي ما تسمع يسمعوا. هما قالت لي عاهديني واحد ما دام راني في الدنيا واحد ما يسمع. وانت نهار قلتي لهم كي توفات قلتي لهم الدار ما قلت لهمش. انا كي كانت يما، نعم. انا كي كانت يما هي تنوض تداوس معايا، تداوس كل يوم تقول لي داري ودار راجلي، داري دار راجلي. جيت رفدت لها العقد وقلت لها هاولي كمل، هاي الدار هاي محطوطه عليا انا. قعد المشاكل مع خوك ومرتك كامل، يعني كامل ولاو. شحال عندك خوتك ام كاين هبه؟ حسنة عبد القادر، رباح، جلالي، بوعلام، انا نساوني كما قال. على خاطر ما راكيش تشوفيهم. خمسة. قلتي لي عندي واحد اللي كنت معاه بيهم. لا خويا كنت في فرنسا عنده، أنا غير كيما جيت من طيب عنده. أم هبة نتوقفوا لأنه نسمعوا الأذان صلاة العشاء ثم نعود إليك. إذا نستمع إلى أذان صلاة العشاء. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من التوبة والأجر إن شاء الله. إذا نعود إلى البرنامج ونذكر بالأرقام الهاتفية 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل من الخارج ما عليه إلا أن يستعمل 00 213 لعرض قضاياكم، نحن نستمع إليكم. نعود إلى السيدة أم هبة. إذا أم هبة، من كثرة المشاكل يعني هذا الهبة خلقت لك مشكل مع الأخ تاعك ومرت الأخ تاعك وما حبوش يخرجوا من الدار، ولما خرجوا باش نلخصوا بناو لك قدام الدار، وانت الآن حبيتي تبيعي باش تهني من هذا المشكل وتقسمي لهذيك الدار الحق لكاع خوتك. وقلتي بلي انه اي شاري يجي يشري كي يلقاهم لاصقين هكذاك فيك ما يحبش يشري، بطبيعه الحال يخاف يقول لك بالك هذا لي زيغيتي عندهم مشكل فيما بيناتهم. انت واش راكي حابه الان؟ برنامج والصلح خير، كل ما نتصل بك نلقاك تصلي في المسجد، ديري في الحلقات وتقولي لي هذا المشكل راهو تعبني بزاف. واش تطلبي من برنامج والصلح خير؟ ونحن على مقربه رمضان ان شاء الله ربي يفتح لك هذا المشكل. امين يا رب امين. انا حبيت نتهنى من هاد المشكله هذه تاع الفوضوي هذه دوك ماشي انا دوك بيا خويا يخرج منها ويلا قال يا خويا اقعد فيها معليش خلي راك فيها والدار راهي تتباع. قلت له يا خويا خليها تتباع انا لا نسمحوا الخاوه كامل يعني تديني نشري لك الدار يعني واش قلت. جابت 2 ملاير روح شوف الدار اللي تسوى مليار نشريها لك انا باش نتهنى. نهار اللي سمحت قالوا لا قالوا لي كل واحد يدي حقه. قالوا لي يعني مام الاخرين يسالوا في حقهم. دوك بقات المشكله ما. طيب بالنسبه لهذه المساله دكتور، الحقوق تاع الاخوه تاعها، هي قد حبيت نبيع الدار وخويا هذايا الدراهم تاع الدار هذيك اللي نجيبهم نشري له ابارتمون ويخرج من هذاك الفوضوي، هو رفض. طيب دكتور، بالنسبه للناحيه الشرعيه في مساله ام هبه، هاو الدكتور معاك وربما يتواصل معك بالنسبه لهذه القضيه. الأخت أم هبة بارك الله فيك، رسالتك واضحه ومن حقك باش تبيعي هذا الدار اللي راه يضرك على اسمك. نعم. من أجل الخروج من حالة الشيوع. نعم. وبعد بيعها وإزالة كل عقبة أو كل عائق يمنع البيع. فإذا كان الشاري يجي وما يقدرش يشتري هذا المسكن لوجود بناء فوضوي وكذا، فيزول هذا البناء الفوضوي. نعم. أو يكون هناك التزام بإزالته لاحقا. نعم. باش المشتري يطمئن، يكون مرتاح يطمئن. نعم. لشراء هذا المسكن، وبعد شرائه واستلام المبلغ المستحق هنا يوزع هذا المبلغ على الورثة. الأخت أم هبة تقول راهم 5 إخوة و3 أخوات. نعم. كلهم أشقاء. نعم. إذن المجموع 8 ورثة. يتوزع المبلغ المسكن هذا على جميع الورثة على حسب الفريضة الشرعية طبقا للفريضة الشرعية. نعم. ومن أراد أن يتنازل بمحض إرادته وخالص نيته لأحدهما أو لأحدهم فهو حر في ذلك بلا ضغط ولا إكراه. يعني هذا أخوها اللي راه الآن موجود في هذا المسكن الفوضوي بين قوسين، إذا كان بعض الإخوة بغاو يهديوا له حقهم. نعم. هم أحرار، ولكن الأصل أن يوزع ذلك المبلغ نتاع المسكن بعد بيعه على الورثة طبقا للفريضة الشرعية. ثم هذا هو العدل. نعم. ثم تأتي درجة الإحسان. من أراد أن يحسن إلى أحد الإخوة أو إحدى الأخوات فهو حر في ذلك بغير ضغط ولا إكراه. نعم. إذن هذا من الناحية الشرعية، وكذلك من الناحية القانونية. وقد شرحنا أحكام الهبة في قانون 84/11 اللي هو قانون الأسرة
الجزائري بالتفصيل فيما سبق. نعم. طيب أم هبة، وش هو رأي خوتك الآخرين عندما حبيتي تبيعي البيت مهم. هذا، بما أنه اللي راهو بنى قدامك وما حبش يخرج يعارض، خوتك هذوك قلت لهم حبيت نبيع، وافقوك ولا عارضوك ما ولا؟ يمشوش معايا هما باش يمشوا معايا ويكاتفوني يعني هكذا، لا لا، هما ماذا بهم تلحق وقت الدراهم يدوا حقهم وخلاص. وفقط ما حبوش، ما مشاوش مع خوهم هذا باش يصلحوا بيناتكم؟ هذوك ما يديروهاش. هذوك ما وعلى يديروهاش. وعلى ما يديروهاش؟ ما يديروهاش، ما يحبوش يدخلوا ما بين هذا وهذا. خلوني انا نتخبط برك. خلوك انت تتخبطي مع الاخ خلوني تاعك. انا، ووقت الصح يدوا هما. بصح انا هذا حقهم، هذا حق ماشي. انت جيتي للبرنامج باش تقولي شرعا هذا ما ماشي خبيتش. غير دوك اللي راني نقول فيه استاذه، راني شحال رانا نقول هذه الكلمه. بصح هما الهدف تاعهم وشنو؟ حبوا يطلعوا المسكن هذاك كيما الناس اللي بناو جوارينا اللي من هيه، كل واحد واش دا مرسو. بصح هما بكواختهم، هما عندهم العقد باش دخلوا. جاو داروا تسويه السكن. نعم. جاو هما حبوا يدخلوه معاه فما يدخلش. دوك الا زوروا حاجه واحده اخرى باش تدخل المساحه هذيك ما تدخلش، تدخل ليا انا. وانا مانيش نحوس عليها، انا حبيت برك يوافقوني نمشوا بعضنا. راهو جبل على كتاف. بصح ما هي ما تقبلش. هي يعني زوجة الاخ تاعك من المحال، من المحال. نعم. طيب هذا الاخ تاعك راهو يتكلم معاك؟ لا لا يقول لك صباح الخير اختي، يطلع عليك؟ لا لا، طلعي عليه انت؟ عنده ولادو صح. ولادو نهضر معاهم. تهضري غير مع ولادو يهضروا معاك، ولكن هما لا بصح ما يعني ما كرهتيهش وحنا نتكلموا على العفو؟ نحبوا. تحبي خويا؟ نحبوا ونحبهم كامل. نحبهم كامل. ان شاء الله ربي يهديهم ان شاء الله. يا ام هبه بارك الله فيك. ان شاء الله ربي يهديهم ويولوا الطريق الصح ان شاء الله. واش كنا نقولوا على العفو؟ ربي يعفو ويصفح، وحنا ما نسامحوش بين الخوه وبين الخواتات. طيب يقولوا دائما باللي الطفله حنينه، تكلمتي مع خواتاتك؟ ما عارفين كلش، ما عارفين، ما قدروش يعاونوك؟ ما يعاونوش. باسكو هاد الحاجه هادي قالت لك انا هذاك المرسول نديه بكل وسيله. هذه مرت خوك تقول مرسون نديه. انا دخلتها في الشرح هذيك، دخلت انا ما والله ما هذا الشرح هذا كل ما حبيتيش الشرح. ما حبيتش. انا ما نحبش. انا ما حبيتيش تضري خوك. هذا او ثقيل عليا، ما نكذبش. ثقيل عليها الشرع دكتور. نعم. انها تبكي دكتور في برنامج الصلح خير وتقول نحب خاوتي وخوها ضرها، مرت خوها ما حبتش تخرج من الدار، الهبه من حقها مكتوبه عند النوتير. تفضل دكتور. لك الفضل. أم هبة بارك الله فيك، يعني في الحقيقة رسالة قوية. أولا مما يؤسف له أن الباقي يتفرجون. نعم هذه مشكلة في الحقيقة، مشكلة كبيرة جدا، مش فقط في هذه الحالة، يعني في حالات كثيرة وين وحدة ولا واحد يقابل كاع المشاكل ويرفض كل الهموم ويرفض جبل فوق ظهره، والآخرين يتفرجون كأن الأمر ما يعنيهمش. وبعدين في الأخير يعني كي تكون المغانم وبعدين يجي يقول لك ياخذ حقي. نعم. يعني في وقت المحنة، في وقت الشروعات والمحاكم وكذا ما يظهروش. نعم. وهذه ماهوش فقط على إخوتها، يعني نتكلم بشكل عام، هذا خطأ. بشكل عام في مجمل القضايا سبحان التي الله. تتعلق النبي بالأسرة صلى الله عليه وسلم من أوصافه للصحب الكرام قال لهم أراكم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. نعم. أراكم تكثرون عند الفزع. نعم. يعني في وقت المحنة، في وقت الضيق وكذا تكثرون. نعم. ولكن في وقت المغانم وتقلون عند الطمع. نعم. شوف المستوى العالي للصحب الكرام. نعم. على العكس، يعني يقلون عند الفزع. فيه مثل بالقبيل يقول لك ذي الطيق دي تبان رفيق. معنى الرفيق اللي يبان في وقت المحنة، ماشي في وقت المنحة، في وقت ولا في الأعراس وكذا، يبان في وقت الجنائز، في وقت المصائب، في وقت للأسف الشديد. فأقول يعني هذه ظاهرة، يعني ونوجه هذه الرسالة من أجل معالجة هذه الظاهرة السلبية
في مجتمعنا بشكل عام، في مجتمعنا الإسلامي نعم. بشكل عام، لا أقصد مجتمعا معينا. أما بالنسبة للرسالة الأخرى القوية كي قالت نحب خويا ونحب إخوتي خوتي، وأخواتي، نعم. في الحقيقة هذه رسالة نرجو أن تستقبل استقبالا حسنا. نعم. هذه من أقوى الرسائل، رسالة المحبة، رسالة الحب، رسالة الأخوة. نعم. هذه رسالة قوية جدا، لا يقف أمامها لا عقار ولا منقول، لا ملايير ولا دنانير ولا دولارات ولا دراهم أخرين ولا شيء، لأنه هذا الذي يعطي سر الحياة. نعم. الحياة تكون جميلة بهذه المشاعر، بهذه الألفة، بالمحبة، بالأخوة، وبذلك نجمل هذه الحياة. نعم. أما إذا زالت هذه القيم وذهبت هذه المعاني وتخلفت عن حياتنا، تولي حياة معيشة ضنكة حقيقة. ولو كان الناس يملكوا الملايير ويملكوا السيارات وكذا والتكنولوجيات، ولكن لا معنى لهذه الأشياء إطلاقا، لأن هذه لا تصنع السعادة. فأنا أقول لك يا أم هبة، جزاك الله خيرا على هذه الرسالة القوية. إن شاء الله إخوتك وأخواتك إن شاء الله يستقبلوا هذه الرسالة استقبالا حسنا، وتنفعين يعني أقاربك من إخوانك وأخواتك، من أخوانك وأخواتك، وتنفعين متتبعي هذا البرنامج، لأنه الكثير من المشكلات تتشابه. ولك بارك الله فيكم هبة، ونحن في البرنامج نعدك إن شاء الله وعد الأحرار إن شاء الله أن نقف بجنبك إن شاء الله حتى يتباع هذا المسكن بطريقة شرعية قانونية، ويوزع هذا الميراث على جميع الورثة بطريقة شرعية. من أراد أن يتنازل عن حصته لأحدهم فهو حر في ذلك، ولكن من باب الإحسان، فالإحسان أعلى من العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقبل ذلك وبعد ذلك كله لا بد من إصلاح ذات البين. نعم. فاعفوا واصفحوا. فاعفوا واصفحوا. طيب، ربما سؤال أخير أم هبة، نحن على مقربة من شهر رمضان، إذا كان عندك نداء ربما راهم يستمعوا فيك ويشاهدوا فيك، واش تقولي لخوتك وخواتك والأخ هذا اللي راكي تقولي نحبه ما حبيتش نبقى معاه في هذه القضية؟ نداء من أعماق قلبك، تفضلي، نحن نستمع. واش نقول لهم؟ نقول لهم يعني ماشي على جال وسخ الدنيا توسخ اختكم، لا حاجه والو، يعني الدراهم يروحوا ويولوا والدار ان شاء الله تتباع، يعني وسوني مانيش عارفه. وانت يا خويا العزيز اللي راك على جال هذا وسخ الدنيا راك علاه، وقلتها له، قلت له يا خويا العزيز، حبت تحت رجله نبوسها له نقول له يا خويا العزيز اسمح في الفوضوي هذا، اسمح فيه، اسمح فيه. قال لي الله غالب ماشي انايا. قال لك الله غالب ماشي هو؟ قال لي الله غالب، دار لي هكذا بيده، الله غالب، الله غالب، الله غالب. ربي يعينه ان شاء الله، ربي يهديهم ان شاء الله، ربي يهديهم وربي يعينهم ان شاء الله على هذه المشكله، باش يخرجوا من الاسباب تاعها هذه اللي راهي قلقتهم، فلربما الى اسباب اخرى اللي يكون فيها ان شاء الله الصلح. انا نقدر هكذا كيما حقي نتنازل عليه، انا راني قادره نتنازل عليه، خير كي يكونوا برك هكذا، تكونوا مجمعين ونكونوا كيما كي كانت الوالده ديالك قبل ما تتوفى. هكذا حبيت. بصح هما ان شاء الله انت راكي جيتينا البرنامج وصلح وخير، ومنذ 2013 وحنا نتواصلوا معاك والحمد لله جيتي. ما نكذبش عليك، هذاك الوقت كنت حبيت نمشي معاكم، بصح كنت خايفه. كنت متردده باسكو هي الهبه اللي علاش كانت عندي هذيك سميها لي باش المحكمه خرجت لك بواحد القرار. خرجت لي ماشي الحكم، ماشي الحكم، ياك الهضره تروح لي وتلمو. كنتي تسناي، حبيتي تتمهلي شويه من الوقت؟ لا المحكمه خرجت لي سمي لي هاي مهمنا محطوطين ان ديسيزيون. نو فاس سمحي لي، استغفر الله استغفر الله. طيب، خبره
بالخبره. كي خرجت جبتي لي لك الخبره سباق. خرج الخبير نعم. وشافها محطوطه هنا. كي شاف عطاني الحق ليا، عطاك الحق ليك، عطانا محطوط كلش. اول خبره له، اول خبره الاولى خرج ليسي، انا خرجت عمومي قالك ليا. تاني ليا كي راحت شافت باللي راهي عليا انا، باسكو انا كي جا الخبير قال له يا وليدي، قال له علاه هكذا مع اختك هكذا؟ قال له راك حقرتها. قلت له انايا راني قابله نروح عند النوتير دوك ونكتب لك كتابيا معاه باللي غدوه نشري له السكر. قال له واش تزيد؟ شكون اللي يدير لك هكذا؟ هو ما حبش رفض. ماشي هو. طيب الخبره راحت جرات هي، جراو لها الناس، راحوا لاميري داروا لهم ورقه باللي المساحه ماشي تاعي انا. نعم. مشاو بها للمحكمه. يسمى الخبره ما دخلوش بها المحكمه، دخلوا بهذيك الورقه من البلديه. لاميري في الاول ما دخلتش روحها ما دخلتش في النزاع، ومن بعد عاودت دخلت باسكو ان هي واعره بزاف. نعم. ان شاء الله ربي يهديها، ان شاء الله ربي، وان شاء الله يكون الصلح ان شاء الله. ان شاء الله ربي يهديها ويهدينا كامل كيما رانا، وما يدعش خوك هاد ان شاء الله. شوفي مخالب مش هذا على جال النزاع هذه نخسر خويا ان شاء الله. هذه ديجا فكره جيده، مش على جال وطرح جيد في مقام ترحيب بالاخوه والاخوات. على بالك الدار هذيك انا كرهتها، امني ولا تقعدي خلاص. الشغل تاعها خلاص، كل حاجه راحت، العياط عليها بزاف، كل حاجه راحت. طيب ام هبه، انت النداء تاعك يعني ذكرتي به في برنامج الصلح وخير، والمشاهده ويشوفوا ربما هم راهم من المشاهدين والمشاهدات. نخليوك الان لانه نمروا باش نشوفوا روبورتاج اخر. بعد نهايه البرنامج نلتقي بك. اذا نعود بعد عرض قضيه ام هبه في برنامج والصلح خير بالنسبة لهذه القضية، والملفات موجودة أمامنا لكي ربما ينظر فيها فضيلة الدكتور سعيد بويزري. نعود إليكم لعرض هذه القضايا المختلفة، فمن أراد أن يعرض القضية يتابع هذا الفيديو. تابعوا معنا. سيدة نعيمة، باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح وخير، واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كين ناس صابرة على ولادي. حملت ومن بعد ذاك الحق باش يبيع لي الدار، كي الحق باش يبيع لي الدار كي صفاو الامور هادو، قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال. انت الراضي. 6 اشهر سجن غير نافذه، وحنا تعويض اولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمه تمت محاكمه ثانيه في المجلس برويسو، الطبيبه عطاوها عام سجن نافذ. احنا التعويض قال لك عدم الاختصاص، عدم الاختصاص نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا، لأن كاين ضحايا خافوا، قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصل لنا متابعات. أنت الراضي. في حالة ما الصلح تم، مادام عندك موافقة مبدئية، هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح، أنا تم الصلح سينو ما نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لك بالدليل هذاك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. أنت الراضي. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر، ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجئنا جانا محضر قضائي منا من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. إلى
إلى كل من أراد أن يعرض خلافا أو قضية أو نزاعا، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021 37 41 21. إذا نعود إليكم لاستقبال قضاياكم ونذكركم بالأرقام الهاتفية التي تشاهدونها في أسفل الشاشة: 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213 في حلقة فاعفو. إذا فضيلة الدكتور سعيد بوزي، نعود إلى قضية سعيدة من فرنسا بعد الاستماع إلى قضية أم هبة التي تتعلق بالهبة. سعيدة من فرنسا تقول أنها رغم أنها تعلم بأن في التسامح فضل كبير، والتسامح مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولكن هي صعب عليها التسامح بالنسبة لها وأطراف أخرى اللي هم أفراد من أسرة تاع زوجها، وعلى رأسهم تقول عجوزتها، يعني أم الوالدة تاع زوج تاعها، تذكر بعض الأسباب، تقول لك ضروني كثير ما قدرتش نسامح لهم حتى الآن. نعم. الوصفة دكتور. أولا واش قال ربي في القرآن؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم دكتور. أبو بكر الصديق قال بلى. وهذه الحكاية نعم. نتوقفوا دكتور ربما نأخذ مكالمة. يقول سعيد مليكة ثم الوصفة بالنسبة لسعيدة من فرنسا. نستقبل أول مكالمة. مليكة من تيزي وزو. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام ورحمة الله وبركاته فيكم. مرحبا بك مليكة. الله يسلمك. أدينا عزيز القرآن الشيخ. تفضلي. ساقاون تذكر نيميرو تليفون خاطر شو سني قرا سول ميت ايوا يعطيك الصحة. ايوا سول انا ما تبويسين بيان سور ديال سني ديال الا شطحو بوغور ديال تليفون يتدوراوني نعطيك نصحح قرب النوفا غيتكسن الخيق الشق ذا نقرا نسوي تنفرجو أكدينا الشيخة والله أكدينا مزمرة وتولي غا تدوي تيك خاطر تكبر خير الله خير الله خير الله خير الله ينحفظ غوري كما حرز ربي يعطيك الصحة. يحرزك كيف كاب الدواء الخير أكدينا الدواء الخير كي وقدر يسادين البكتور تاعك وقدر يسادين يورشوا كي قارن خاطر السمانة يجي كوتاكم ما سنك سادين نتمنى أعطيك الدواء الخير خير الله ماشي شر. إن شاء الله إن شاء الله بارك الله ويعطيك الصحة فودي قرزن فودي قرزن وكدي تسلن. شكرا. بارك الله فيك. ترد كان نيميرو نو. الأخ سعيد يستلم رقم الهاتف. نعم. جيتي دولة ملكة جمعتنا الصحة. صحيح دقمة صحيح. شكرا ملكة من ولاية تيزي وزو. يقول سعيد الاتصال الثاني من غليزان. السيد العيد من غليزان. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم أختي الغيار. مرحبا بك العيد في برنامج والصلح خير. نعم. نشكرك بزاف على المفاجأة اللي كنتو فيها. مانيش اسمع مليح سيدي الكريم. سيد أحمد كاين ضجيج في الاستوديو. وي نسمع فيك. ايوا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. نعم سيد العيد. واختي راكي غايه. نعم مرحبا بك. الله يسلمك. تتصل من غليزان، عندك قضية أو مشكلة؟ الصلح. نعم تفضل سيد العيد. الصلح مع الأخوة. الصلح مع من؟ مع الأخوة. مع خوتك؟ وي. واش كاين بيناتكم العيد؟ كاين نقاش هكذا خفيف برك ما. كيفاش؟ نقاش خفيف. كاين نقاش أو خلاف خفيف؟ خلاف هكذا برك الهضرة تاع النساء تعرفي. ما حبيتش تفسروا؟ هذه بيناتنا الصلح وراني تما في الرأي تاعك برك. نعم. طيب كيف نتواصل معه دكتور يحب الصلح ولكن هذا النقاش الخفيف يا سيدي يدور يعني حول ماذا؟ نعم. حول ماذا يعني؟ زعما غير ما تكتباش ليها انت ما تكتباش ليه تعرفي. القيل والقال يعني. القيل والقال. يعني شغل نميمة بيناتكم العيد. بارك الله فيك واختي. هذا هو. طيب راح تسمع فضيلة الدكتور سعيد بويزري.
نشكر الشيخ فايل بزاف بزاف. الله يسلمك، بارك الله فيك سي العيد اخويا. شكرا تابعنا ان شاء الله تسمع الجواب. ما تنقاطعش عن مشاهدة البرنامج وراح تسمع فضيلة الدكتور عندما يكون الجواب تاعو بالنسبة لهذه النميمة ربما كما ذكرت بين الإخوة والأخوات. دكتور، نعود إلى سعيدة اللي تقول إلى حد الآن وأنا في مشكلة مع أهل الزوج تاعي وما قدرتش نسامحهم. نعم. يا الأخت سعيدة، يقول لك القلب لحم ودم، يعني كل من تضرر ولو بكلمة يشعر بالأذى، يشعر بالألم، هذا شيء طبيعي. ولكن علاش اليوم جبنا هذا البرنامج يعني عنوان فاعفوا واصفحوا؟ علاه؟ لماذا؟ وذكرنا هذه المعاني المهمة جدا. لماذا؟ باش كل إنسان كما يطمع باش ربي يعفو عنه، نعم. ماهوش فقط يغفر، لأنه المغفرة كما ذكرنا أو الغفران قبل حين المقصود به إسقاط العقوبة، نعم. التجاوز عن العقوبة. ولكن العفو معنى محو الأثر، طمس الأثر، محو الذنوب والأخطاء من السجل، من سجل الكرام الكاتبين، من الصحائف. كما أن هذا المعنى اللطيف يحفز الهمم، يستميل قلوب الناس من أجل العفو، لأنه هذه الحياة مهما كانت هي قصيرة. نعم. ونقول لك يا الأخت سعيدة بصراحة، يعني هذه المشكلة بين العروسة وبين بين الكنة ولا العروسة والعجوزة هي مشكلة قديمة. يعني أوغور الخلاف يرثم غارثة التسليث، ذي الخلافة قديم، ذي الخلافة قديم ماشي ذا جديد. ولكن وهرب يكون التعايش في حده الأدنى على الأقل. نعم. وخيركم الذي يبدأ بالسلام. نعم. كي تتفكر باللي هذا زوجك، يعني أمه هي عجوزتك. نعم. يعني أعتقد هذا الأمر يشفع، هذه من الأمور المساعدة. نعم. المساعدة يا الأخت سعيدة باش تسمحي لها. وإذا كان عجوزتك كبيرة طبعا أكيد كبيرة عليك. نعم. يقينا. يعني أنت كي تكوني سباقة وتكون تبادرين إلى التسامح، تبادرين إلى الصلح. وإحنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتنا الصحابة الكرام. نعم. قدوتنا أولئك الصالحون، أولئك العارفون بالله، أولئك الأتقياء الأنقياء. مراجعنا هم هؤلاء الصفوة. لأنه إذا كان نحو هذه المراجع نوليو نقتدي بغيرهم، اللي يقول لك طاق على منطاق، اللي يقول لك ما كاينش سماح، اللي يقول لك إذا كان ضرك بكلمة ضره ب10. نعم. هذه كلها ما عندهاش قيمة في ميزان الشريعة. ربي قال وقل يعملوا فسيرى الله عملكم. ما قالش، قال ربي أولا. نعم. ورسوله هو المؤمنون. كاين امتي ديتاي دكتور، زوج تاعها يقول لها لو كانت توفى الوالده تاعي وانت ما تسامحتيش معها، كيفاش راح يكون الشعور تاعك؟ اكيد يعني يبقى دائما. نعم. الندم ياتي في الاخير. ودائما تأنيب الضمير، حينما يستيقظ الضمير ربما تتمناي أنه عجوزتك ترجع للحياة ولو كان دقيقة واحدة ولا نعم. ثواني، تقولها يا العجوز اسمحي لي. وما تلقايش، يعني فرصة ضائعة. نعم. لا نكثر من الفرص الضائعة. كم من فرصة ضائعة للناس، وكم من إنسان أجل التوبة أو أجل طلب السماح أو المغفرة أو العفو حتى يموت ذلك الشخص، وبعدين يندم حيث لا ينفع الندم. درك الآن ما ندخلوش، أنت قلتي ضرتني. نعم. يعني نبني كلامنا على هذه المعطيات، بمعنى ضراتك العجوزة نتاعك. أنا نقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر. نعم. وربي يقول ادفع بالتي هي أحسن. هذا ربي هو اللي يقول. وقال في آية أخرى والكاظمين الغيظ. نعم. ودائما كل من ذكروا هذه الآية نذكر سادة الأفاضل، ربي ما قالش والفاقدين الغيظ. إذا كان ضرتك بكلمة ولا بمعاملة هذا شيء مؤلم يقينا، ولكن ربي يقول والكاظمين الغيظ، الصبر واحتسبي، والعافين عن الناس. هو ربي سبحانه ذكر العفو، نربطه بما قلناه قبل حين. نعم. والعافين عن الناس الدرجة الأسمق والأعلى، والله يحب المحسنين. نعم. أن تحسني إلى العجوزة نتاعك، هذا مستوى رفيع تستحقين به
فوزا من الله عز وجل. اطمئني، هذا هو الترشح المترشح الفائز. كوني كذلك. نعم. تعطيني فرصة باش نقول كلمات بالقبيلية بالأمازيغية. نعم دكتور تفضل. هذه مدام العجوزة وهذه موجودة في كل مكان. نعم. يعني أذكر مرة في واحد المناسبة نتاع باش تخلص هذه الحكاية دكتور. وبعدين قلت العجايز واش شكون العجوزة اللي تحب عروستها؟ نعم. خرجوا الله يبارك عدد معتبر. نعم. حوالي 9 ولا 10 عجايز. كل واحد تقول أنا نحب عروستي. وبعدين قدر له حوالي 4 ولا 5 عرايس كانوا حاضرين في ذلك العرس. وجاو مقابلة وجها لوجه. فكانت هذه صورة بديعة لا أنساها. لأنه حتى العرايس هما قالوا نحبوا العجاز نتاعنا. قلت لهم يلا نديروا سيسيلفو ونحبسوا هذه القرة بين العجايز والعرايس. لذلك نقول لك يا أختي سعيدة كوني شاطرة، غلبي نفسك. نعم. وما تسمعيش للنفس لأنه نتاعك. المشكل أن النفس الأمارة بالسوء. نعم. ربما النفس تقول لك العفو عند المغفرة، قد عند المقدرة، قد كذلك المقدرة وما قدرتش لا شوف، ليس الشديد بالسرعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. ادفع بالتي هي أحسن. جاب لي ربي هذه المرغبات في كتاب الله وفي سنة تجعل الإنسان يتراجع عنها، تخلي الإنسان يتراجع ويتسامح ويغفر ويعفو. نعم. نسأل الله لك التوفيق يا إن شاء الله سعيدة. دكتور. نعم. ملكة من تيزي وزور، ربما دكتور بالأمازيغية ثم بالعربية. نعم. أولا الأخت ملكة فعلا تواصلت معنا، ولكن الرقم نتاعها يعني كان نعم. فالآن الحمد لله اتصلت بالبرنامج باش تخيل الرقم نتاعها الحقيقي باش نتواصلوا معها. من أجل الاستماع إلى قضيته. طبعا دائما البرنامج دائما الأخت نجاة تذكر بهذا الكلام وأذكر به الآن. اللي بغى يجي مباشرة مرحبا به، يعني المكان واسع، الاستوديو واسع. من أراد أن يتواصل مع البرنامج كما تواصلت معنا اليوم هبة من خلال هذا الظل كما كيف يسمى الظل الصيني. الظل الصيني يعني ما نقولش الظل الجزائري ولا لأنه هو من اختراع الصينيين. يلا سيدي يلا يد العاملة الصينية دكتور الآن. ادعوهم لآبائهم، هكذا قال القرآن، ادعوهم لآبائهم. نعم. عن طريق هذا الظل الصيني. نعم. يلا، ولا عن طريق المكالمة ولا عن طريق خارج البرنامج تماما. وسادتي الأفاضل أذكرهم. كما نفعل نزورهم في بيوتهم بالكاميرا أو بدون كاميرا. ولا يخلو يوم من قضايا تعرض. نعم. نسأل الله فقط القبول ونلتمس منكم الدعاء. نسأل الله القبول. لذلك أخت مالك نتواصل معك إن شاء الله خارج البرنامج بإذن الله تعالى. ثم ذكر الدعاء للمترشحين للامتحانات المختلفة. نعم. من الابتدائي هذيك إلى غاية البكالوريا والجامعة وغيرها من الامتحانات. إن شاء الله ندعو لهم بالنجاح والتوفيق. إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يفرحهم ويفرح الجميع إن شاء الله تعالى. اللي نجح ربي يوفقه إلى مزيد من النجاح، واللي خسر يراجع نفسه ويعزم إن شاء الله على أن ينجح في المرة القادمة. وكل من سار على الدرب وصل. ولكن نبه إلى مسألة مهمة بالنسبة للأولياء. نقول الأولياء ما يلزمش تزرعوا الأحقاد في قلوب أولادكم عن طريق المقارنات الضيقة. كي شغل واحد يقول لولاده لازم تجيب العلامة وتربح خير من صاحبك ولا خير من الجيران ولا خير من ولد عمك. كل هذا الكلام يزرع الحقد والحسد في قلوب الصغار. نعم. فلنحذر. استقبيت نقرس يرثي سمين، يعني إمولاني قارني الدريانسن إلا قاتي فما كرشن الجيران ولا راو لامو ما راو الخول أتزرعن الحسد ذقولا ونسن غير في سمين. لذلك ديني غيما ونكون يهضو ربي يهدو يغمرها ولا هث الدريان وان باش هاد غران باش ان شاء الله هاد الساعه دين وذ ربحا. ولكن نبلغ المقارنه تاكي خاطر تساوي كانين نديري. فمساله النظام انه اذا كان خسر ما ديروش هذاك الاكراه، لازم تربح ولازم تجيب الباك ولازم تجيب كذا. نعم. اذا جاب الله يبارك، ما جابش يجيبها مره اخرى والسلام. نعم. اما هذيك الضغط هذيك هذاك الضغط والقلق والستريس هذا يجيب المشاكل. ممكن بعيد الشر من بعد اذا كان خسر يروح يدخل في نفق المخدرات في متاهات اخرى. نعم. في متاهات اخرى. ممكن كاين اللي يفكر حتى في الانتحار باش يسوي يروح يعني في مشكل نهائيا ولا نعم. ولا قوه الا بالله. نقول الاولياء لا، انتم لازم تستقبلوا اولادكم بالاحضان الدافئه بالحنان وبالرفق. ونفس الكلام نوجهه للساده المعلمين والمعلمات والاساتذه والاستاذات جميعا، أو في اللغة العربية الفصيحة الأساتيذ. الأساتيذ لغة نعم. فصيحة عربية. كان الأساتيذ نقولوا الأساتيذ، هذه لغة عربية فصيحة.
أتوجه إلى الأساتذة جميعا نقول لهم أيضا انتم يعني ساعدوا هؤلاء الأولاد، أديتم رسالتكم، نعم. ولكن أيضا مازال رسالة التربية والتوجيه بعد ذلك. وبعدين وهذا هو النجاح، يقول لك الفرح ذو القرح مثلا. وبعدين حتى اللي خسر القرح قرنك كل ما حنا ثرنو ذي العقل. نعم. يعني كل ما حنا زيد في العقل. في العقل. هكذا. وكاين اللي خسر ربما جرب مرارة الفشل. نعم. في لحظة في مرحلة من مراحله التعليمية، ولكن بعد ذلك نعم. ينجح من نجاح إلى نجاح، ومن تفوق إلى تفوق، ومن تألق إلى تألق. نعم. إذن هذه توجيهات، وحندعو لهم إن شاء الله يا الأخت ملكة إن شاء الله تنجح ربي، وثني وفق ربي إن شاء الله، وثني صفرح ربي إن شاء الله، يصفرح ربي أما ذو قدر سعدي إن الماذن أما ذي مولانا أما ذي الشيخ مرة، والنجاح صناعة جماعية كما نعم. حرز ربي. دكتور، قبل أن نعود إلى العيد من غليزان، رسائل برنامج الصلح خير عبر البريد العادي وصلتك دكتور من عند السيد رعاش بالقاسم من بلدية سويدانية. دكتور، هذه الرسالة الأولى إلى الدكتور سعيد بوزيري والصلح خير، هذا ما خلاش اسمه دكتور. القضية الثانية والأخرى أيضا ما تركش الاسم. القضية الثالثة دكتور. أما الرسالة الرابعة بورنيسة سعيد من ولاية بومرداس. هذه هي رسائل من يراسل عبر البريد العادي ويعرض القضايا لفضيلة الدكتور سعيد بوزيري على المباشر. دكتور، نعود إلى العيد من غليزان أو نعرض القضية التي لديك دكتور. معلش نروح للعيد معلش. نعم، العيد من غليزان قال لك حبيت الصلح بين خاوته لأنه في مشاكل، وفي الأخير قال لك يعني كاين مشاكل السبب تاعها هو النميمة دكتور، وتكلمنا كثير على هذه النميمة في قناة القرآن الكريم وفي برامج عديدة، ولكنها ما زالت قائمة وكأنها ثابتة دكتور. في الحقيقة كاين ما يسمى المشاكل اللي ما عندهاش أساس أصلا. نعم. يعني اسمه لي فو بروبلام هكذا. لي فو بروبلام. نعم. معناتها وكثير من المشاكل، معظم المشاكل لا معنى لها ولا أساس لها من الصحة. والكثير منها سببها القيل والقال أو النميمة حينما تنقل. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام؟ يعني اللي يدي ويجيب الكلام المضر، الكلام الجارح، هو المفروض هذا اللسان. في عندنا مثل بالقبائل يحلو يقول كيل سيلان ذاك سوم ذا شو كيران ذا السنان، أي السيلان ذاك سوم ذا شو كيران ذا السنان، لأنه قاعد يستخدم إلساون السن هذا سلوغن أولاون وذو الدن وذي الزمن ثاجمات وذ سلوغن إذا من يكشركن يمثانا أثمثان غلامو من غلخول أكن ملان. صلة الرحم سادة الأفاضل واجبة، أمرنا بها بصلة الأرحام. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الرحم مشتقة من الرحمن، من الرحمن. نعم. من الله عز وجل. يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول في حديث آخر ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. معناتها ماشي كل إنسان ينتظر تواصلا من الطرف الآخر ليصل الرحم، لا، نبحث عن من يصل رحمه ولو قطعها هؤلاء. نعم. وهنا البطولة تتحقق في هذا المستوى. أما كي يكون الناس عندهم يعني علاقة طيبة هذا بلا ما نص باين. نعم. ولكن نهار اللي دخل الشيطان، وطبعا هذا الشيطان نذكره لأنه الله عز وجل ذكره، هو اسمه ربي سبحانه العدو المبين، عدو مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا في أكثر من حديث إلى خطورة الشيطان الذي يوقع بين الأقارب وبين ذوي الأرحام. وكذلك للأسف أقولها وأنا حزين، يعني بعض الناس من الإنس الذين يتدخلون من أجل إفساد العلاقات بين الناس. نعم. عن طريق النميمة أو عن طريق القيل والقال. حتى ولو قيلت كلمة
مش مليحة على إنسان ما تنقلهاش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. نعم. الكذب حرام. يجوز في هذه الحالة إذا كان الصلح من أجل ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. نعم. إذا جاء واحد يقول خويا مثلا مش مليح وخويا كذا خويا كذا، ما تنقلش هذا الكلام تقول له خوك يقول فيك كذا وكذا. نعم. ماهيش عبقرية، ماهيش بطولة. قول فيه خوك يقول فيك غير الخير وما خسرت ولا شيء. طيب دكتور، لماذا المتلقي يآمن بهذا أي شخص يروح يدي كلام ربما ماهوش صواب كما قال العيد، يسمع الكلام يآمن مباشرة ويحكم بالإعدام على قال فيا غدوة ما نهضرش معاه، ما نتكلمش معاه، نتحول من صديق إلى عدو. هو وذكر سادتي نعم. بما ذكرناه في اللقاء ما قبل السابق. يعني تحت عنوان فتبينوا. نعم. هناك من لا يتبين من صحة الأخبار. نعم. ويبني عليها مواقف. واصبحت النميمة حتى على اعلى المستويات دكتورة. حتى على المستويات. نعم. يعني في جميع مجالات نعم. الحياة. نعم. لذلك ربنا سبحانه قال فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لذلك لا يجوز أن يبني الإنسان مواقفه على مجرد أخبار. نعم. فقط. فيتهم ويصدر أحكاما بالإدانة في حق إخوانه وأخواته وفي حق ربما جيرانه أو أصدقائه. نعم. دون تثبت ودون تبين. في رواية أخرى فتثبتوا، في رواية فتبينوا. لذلك أمرنا إذا كان هذا المنهج الشرعي، المنهج القرآني، المنهج النبوي، نعم. يعني بين الناس جميعا، فالأولى أن نطبق هذا المنهج بين الأقارب بحكم الاحتكاك الدائم. نعم. بحكم العلاقات، بحكم نعم المصالح المشتركة بين الأسرة الواحدة وبين القرية الواحدة وبين مجموعة من الأسر. نعم. لذلك هذا الاحتكاك وهذا التقاطع بين في المصالح وهذا يقتضي حروب اندلعت كان سببها النميمة. نعم. نميمة بين نعم. دولتين أو بين شعوب أو نعم. وكم من فتنة وقعت بسبب النميمة، وكم من طلاق وقع بسبب النميمة. والإعلام في بعض الأحيان يستعمل هذه النميمة. نعم. بغرض الإثارة وبغرض السبق الإعلامي كما يقال في عالم الإعلام. نعم. السبق الإعلامي ولا تهمه النتائج. وإحنا في شريعة الله بقدر ما يهمه للشوك. نعم. لذلك القاعدة ذهبية يقول لك العبرة بالمآلات. المآلات لي كونسيكونس. واحد لازم بالقبائل نقولوا حزف إلها وين تحزفا وين تخمي من رزداث خاطر أوها ربي أولا ردينين غير السوض هذه ولماذا ولد يون ثلويث ديون ثكمات تذكر الله يبارك ماذا ولد يون شوال ديون طراض ديون فتنة ولا قراءة ديني. كل إنسان يفكر في عواقب كلماته. نعم. ويأتي يوم نحاسب على كل كلمة نقولها. نعم. ودائما نذكر سادتنا الأفاضل بما قاله القرآن الكريم في سورة قاف في الآية رقم 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم دكتور. نمر إلى القضايا التي لديك دكتور. تفضل. نعم. في الحقيقة وردت جملة من القضايا. بعض هذه القضايا حلوة الحمد لله. نعم. وأصحابها بعد استشارتهم طبعا يرغبون في الإدلاء بهذه المعطيات. قضية للأخ جعفر هنا في قلب العاصمة. قضيته مع شركائه. نعم. هم عندهم المجموع 4 شركاء. الأخ جعفر زائد 3 شركاء. عندهم شركة. هو يروي رواية يعني مثيرة جدا. قال كنا فقراء جميعا وكانت المحبة بيننا يعني بلغت أقصاها. الذي يرانا ويبصرنا يعتقد أننا إخوة الشقاء من أب واحد وأم واحدة بحكم المحبة والرباط القوي الذي يجمعنا. نعم. كنا فقراء وجربنا الفقر معا. نعم. وبنينا شركتنا إلى أن بلغت يعني شأوا كبيرا ومستوى سامقا. قال خرجنا من بؤرة التخلف جميعا. نعم. وخرجنا من الفقر جميعا بعد ما جربنا الأموال الكثيرة. قال دخل الشيطان بيناتنا
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان إفساد العلاقة إلى أبعد حد. أول أمر حصل بينهم أحد الشركاء اتهمهم جميعا بالسرقة والاحتيال. قال لهم في اجتماع رسمي جمع الشركاء، قال كنا نبدأ اجتماعنا كأن في مسجد بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كنا في البداية نتوضأ قبل أن نشرع في اجتماعنا. سبحان الله، هذه معاني لطيفة جدا. قال لك نتوضأ ونبدأ اجتماعنا. قال لك بعد ذلك شغلتنا أموالنا فلم نعد نبدأ اجتماعاتنا لا بالبسملة ولا بالوضوء ولا شيء. قال لك أحد هؤلاء الشركاء اتهمنا بالسرقة والاحتيال، قالوا انتم راكم تسرقوا راكم تديوا إلى آخره. وطبعا وجاء أحدهم أكد كلامه، قال أنا أيضا أنضم إلى هذا، أنا أيضا أتهمكما. دخل الشيطان بينتهم كما يقولوا وفسدوا، وصلوا إلى المحكمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن منذ أسبوع فقط حل هذا الإشكال بينهم بعدما عادوا إلى طريق الصواب. وكل منهم حاسب نفسه وتراجع عن كلمات النابية الجارحة التي صدرت منه، وتسامحوا وتصالحوا وطلبوا أن أذكر هذا الكلام على الهواء مباشرة، وندعو لهم بكمال هذه النعمة وتمامها. والآن اتفقوا على تأسيس شركة أخرى تخدم الشركة الأولى، ودعونا لهم بالتوفيق وندعو لهم الآن بالتوفيق والنجاح على أن يحافظوا على أخلاقهم السوية السابقة، لأن البركة ترتفع إذا غابت تلك المعاني التي ذكرناها من بدء الاجتماعات بالبسملة والثقة والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأدعو لهم ولكل من تصالح سواء بالتعامل مع البرنامج مباشرة أو خارج البرنامج. أسأل الله عز وجل أن يديم محبتهم وأن يديم أخوتهم ووحدتهم، ونسأل الله عز وجل أن يغسل قلوبنا جميعا من الأحقاد والكبر والنفاق والرياء، ونسأل الله الصلح والتسامح للجميع. نعم إن شاء الله، هنيئا لهم. نعم سعيد، كم من دقيقة بقيت؟ 7 دقائق دكتور. إذا كان هناك قضية أخرى أو نمر إلى قضية أخرى من هنا. نعم تفضلي. نعم دكتور، مروان من العاصمة اتصل بعد نهاية البرنامج في الحلقة الماضية، يقول أنا وأختي منذ 2 ما رانا متقاطعين قطيعة، يعني ما تزورني ما نزورها، ما نتكلم معها ما تتكلم معايا، حتى وإن زرت أمي في البيت ولو كان نلقاها ما نتكلم معها ما تتكلم معايا. حتى الام تاعي اضطرت باش دير لنا جدول توقيت، نهار نجي انايا ما نتلاقاهاش ونهار تجي هي ما تلاقانيش. قال لك حبيت قبل رمضان نتسامح معها، بصح على ما اظن كما كنت تقول قبل قليل جاءته اخبار من خواتاته انه ماهيش حابه تتكلم معاه، وقالت له حتى نهار نموت. ماذا يقول مروان من العاصمة وهو يتأسف لهذه الوضعية دكتور؟ يا أخي مروان، نقاسمك نفس المشاعر نفسها، أن تكون القطيعة بين أخ وأخت كلاهما كان في يوم ما في بطن واحدة أم واحدة. وهذه الرحم حينما ذكرنا بعض النصوص التي تحرم قطع الأرحام من أجل التنبيه إلى خطورة هذا الصنيع، إلى خطورة هذا الفعل. أنت يا أخي مروان عليك أن تقوم بواجبك نحوها وفقط، لأنه أن تصل العلاقة بين الأخوين بين أخ وأخته إلى أن تضع لهما أمهما جدول التوقيت نتاع الزيارة، هذا أمر مؤلم ومحزن جدا باش ما يتلاقاوش. واحد يجي الصباح والآخر يجي العشية، ولا واحد يجي في النهار والآخر يجي في نهار واحد آخر، باش ما يكونش هناك أي فرصة للالتقاء. هذا أمر محزن للغاية. طيب دكتور، ما حكم الشريعة من خلال هذه القضية عندما الأخ والأخت ما يتكلموش وما يتزوروش خلال 2 كاملتين؟ الشريعة نصت على 3 أيام فقط. نعم دكتور. يعرض هذا ويعرض هذا، وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس إذا كان الشراقة 3 أيام لماذا؟ مراعاة لمشاعر الإنسان. الإنسان ممكن يتأذى ويظلم، يعني بالك اليوم الأول ما قدرش
ينسى وغاط نفسه اليوم الثاني اليوم الثالث هو الذي يبادر. نعم. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ولكن أن يتنافس الناس ويتسابق الناس في قطع الأرحام بتفنن كبير. نعم. كان اللي يقول عام 3 سنين، كان اللي يقول إلى يوم القيامة. نعم. وكان اللي يقول حتى يوم القيامة أدعو الله ألا أنت، يعني سبحان الله. نعم. الناس يعني انحراف خطير. الشيطان إذا تحكم في الإنسان يولي يقوده كما يشاء. تيليكوموند، يعني يزير فيه كما يحب يسيره كما يشاء. مانيبيولاسيون. نعم، ويمانيبيلي هما إلى أقصى حد. ميم هاد الخواتات اللي يردوا الخبر يقولوا له باللي ماهيش حابة تتكلم معاك حتى نهار تموت. يعني هذا خبر سعيد. هذا خبر يعني ينقل. لا، وثاني الشيء المؤلم أحيانا بعض الناس يتفرجون. نعود مرة أخرى للتفرج. نعم دكتور. يعني استقلالية تامة. استقلالية، كل واحد يقول خاطيني تخطي راسي. نعم. ولا هو يجتهد باش يحسن علاقاته مع جميع إخوانه وأخواته. كما كانت تقول أم هبة قبل قليل، قالت لك يستناو غير في الدراهم وقتاش نبيعوا ويدوا دراهم. باع الدار وبعدين يدوا دراهم والسلام عليكم. هذا غلط، هذا غلط. مانيش نقول انه هي المسؤوليه جماعيه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤوليه مشتركه. اللي كنقولوا اقارب ولا يعني اسره واحده او يعني الارحام، كل واحد عنده مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى وامام ضميره، لا يتفرج. لذلك نقول لك يا اخي مروان، انت قم بواجبك، اجتهد في التواصل مع أختك، استعن بالله أولا، ثم بأمك، ثم بإخوانك وأخواتك، ثم ربما بكبار العائلة، ربما بإمام، ربما إذا كانت يعني أختك هذه متزوجة بزوجها، استعن بالناس بعد استعانتك بالله سبحانه وتعالى. اتخذ من الأسباب ما تستطيع. نعم. وإذا اجتهدت في تحقيق ما تستطيع يحقق الله لك ما لا تستطيع. ثم أذكرك يا أخي العزيز بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. ربي قادر أن يسخر أختك وأن يرقق قلبها لتعود إلى جادة الحق والصواب وتتصالح معك. ذكرنا قبل حين في سورة البقرة في آخر الآية 109: إن الله على كل شيء قدير. ربنا قدير على أن يغير حالكما إلى أحسن حال. سادتي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا دكتور، وفقك الله. دكتور سعيد بوزيري، في حبك للخير وسعيك للمعروف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فاعفوا واصفحوا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح